فقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. سلام حبيبات قلبي، كيفكن؟ شو أخباركن؟ طمنوني عنكن. إن شاء الله بتكونوا بألف خير وصحة وعافية والله يهدي البال والأوضاع إن شاء الله بلبنان وبريت لبنان وبكل الدول العربية. هلأ هيدا الفيديو يعني تقريبا كل وقتي حيكون بالمطبخ. يعني مثل وصلت لآخر النهار أكيد ألف الحمد لله. تعبانة يعني. هلا هون قبل بليلة بعد من غير شر الله يحميهم ولادي ناموا. بلشت باللبنة، بدي أعمل لبنة. فأنا بحب أعملها بالبيت يعني لأنه يعني عائلتي بتاكل لبنة. فهون أنا جبت، نحن هون بلبنان ببيعوا اسطورة لبن، يعني اسطورة بيجوا مقاسات، بعتقد في كيلو، في يمكن 5 كيلو 10 كيلو، مش عارفة بالضبط قد ايه كم كيلو. بس عملت أنا نصه يعني. هلأ هون في هيدا الكيس، هذا مخصص لللبنة، أنا عمليته معقم وكل شي لللبنة، يعني ما بعمل في شي تاني غير لبنة. بس خلص بنقعه بكلور وبمي سخنة وبعقمه كتير منيح وبعرضه للشمس كرمال إذا بدي أعمل مرة تانية. هلأ قبل عوقت ماما وتيتا وهيك، هذا كان ينحط بجهازهم، يعني ينعمل مخصص لهيك يعني للمونة. هلأ أنا غلطت بشغلة هون، لما حطيت نص سطل اللبن حطيت ملعقة ملح، كترت شوي ملح. فأنتوا حطوا بس ملعقة بكفي يعني. هلأ في كتير ناس بتعرف تعمل اللبنة بس إنه ما اللي ما بيعرف يعني. هلا هون خلصت، عندي مثل تبعيلات المطبخ الخزاين، علقت عليها كرمال اللي تنزل كل الماء اللي بقلبها لتاني يوم، يعني بس في تاني يوم خلص بيصيروا لبنة يعني، وأطيب من الجاهزين وأنظف، ويعني معروف شو عم ناكل. وبتحسوا كمان إنه فيهم بركة، يعني فيهم كمية، يعني بيقعدوا تقريبا شي جمعتين إذا عادي مناش كتير كبيرة. هون خلصت وتركتهم لتاني يوم. تاني يوم نزلت كل ميتهم، والملح كمان بيساعد انه ننزل كل المي، وبنفس الوقت انه ما يحمضوا، بيحافظ عليهم الملح. هون تاني يوم كانوا يعني خلص ما عاش فيهم ولا نقطة مي. هلا مثل ما بدي يبين بالفيديو، بعبيهم بتابروير مضغوط وبحطهم بالبراد. هلا اللي بيحمض كتير انه بلاقي انه بيحمض عنده هيك، في رش عليهم من فوق زيت زيتون بحافظ يعني لفترة أطول. وهذا كان شكلهم، كانوا كتير طيبين بس شوي صغيرة مالحين. هلا أنتوا خففوا ملح يعني، ما تحطوا قد ما أنا حطيت كمية. لأنه أنا أول مرة بعمل نص سطل، يعني عادة بعمل أقل، فزدت شوية ملح. أنا بلشت بالترويقة. الترويقة اللبنانية في شي اسمه مسبح بتنعمل من الحمص، نحن بنقلها مسبح، ما بعرف انتو بدولكم شو بتقولوا لها. هلا انا كنت سالقة علبة حمص، يعني مش جيبيتهم انا نقعيتهم، لا هي علبة جاهزة. سلقتها وصرت نزلها مع ربع حصتهم يعني بس للنكهة، هن وسخنين لانه كرمال يندقوا ويبقى طعمتهم فيهم. بس دقون كتير منيح، بنزل عليهم تقريبا ملعقتين طحين كبار وعصرة حامض وملح. بس هيدا هو المسبحة عنا، يعني هيك نحنا بنعملها. هلأ بيبقى في ناس بتحب تعملها رخوة، في ناس بتحب تعملها جامدة، في ناس بتحب تعملها مثل الحمص بطحينة، حسب كل واحد وذوقه. بس نحنا بنحبها وسط، يعني لا كتير جامدة ولا كتير رخوة. يعني بعملها كتير وسط، لأنه كمان آخر شي بكتر زيت زيتون، نحنا بنحب كتير زيت الزيتون معاها، فبكتر زيت زيتون. هلا أكيد المي بنحط مي سلق الحمص كرمال هي أطيب تكون سخنة، يعني ما تكون مسقعة المي.
هلا هون خلصت، بلشت تجهيز الخضرة والمخلل اللفت اللي نحن عملناه سوا. وتجهيز كل الأمور للترويقة. نحن بنقلها الترويقة يعني فطور، عندكم في ناس بيقولوا لها فطور، نحن بنقلها بلبنان ترويقة. وخلصت كل الأمور. هلأ في ملاحظة إنه نحن بلبنان بنقله اللبن في بدول برا يمكن حليب، نحن اللبن بنقصد فيه هو زبادي، يعني عرفتوا كيف؟ مش الحليب، نحن بنقول للحليب يعني هو في ناس بيقولوا له لبن يمكن بمصر أو بغير دول. هون خلصت، قلت لازم أعمل هيك كباية ليمون. هذا الليمون نحن بلبنان بنقله المور، نوعية المور، يعني بيجي لونه وردي على أحمر كتير غامق، يعني ما بيجي مثل الليمون العادي. عملت كباية هيك يعني لحتى الواحد ياخد نشاط قبل ما كف شغل بالمطبخ، لأنه كان عندي بعد كمان شغل كتير، كان عندي جلي وعندي عملان غدا وهيك. انتوا طمنوني عنكم، خبروني شو عملتوا اليوم غدا. هون خلصت، الله يعطيني العافية ويعطيكم العافية. بلشت بالشاورما الدجاج. هلا أنا شاورما الدجاج صراحة بجيب بهارة جاهز، يعني مش اختراع بعملها، بس إنه هايدي طريقتي. بقطع الدجاج يعني مثل شو اسمه، أول شي بنظف أكيد المحل الأبيض وهيدا كله زوايد الدجاج بقيمه، وبقطعهم يعني مثل أصابع للدجاج. ومثل ما قلت إنه أنا البهار بجيبه جاهز. وبسدله يعني ملعقة خل، هلأ مش مبين بالفيديو بس بحطله ملعقة خل وعصرة ليمون، يعني نص ليمونة ونص حامضة. الليمونة هي عنا نحنا يعني البرتقال، ماشي، نص برتقال ونص حامض، أو أنتوا بتقولوا له ليمون. نحنا الليمون عنا يا هو البرتقال، والحامض نحنا الحامض عنا يا مش يعني مش ليمون، في ناس بيقولوا له للحامض ليمون، نحنا يا عنا يا حامض. وبحط كمان زيت زيتون رشة، وبحط 3 ملاعق لبن، وملعقة دبس فليفلة صغيرة، وملعقة دبس بندورة أو معجون الطماطم كمان وسط يعني. وقلنا إنه حامض وليمون وهيك، وبخلطهم كتير منيح. وأكيد ملعقة بهار شاورما دجاج اللي هي ملعقة كتير كبير، ملعقتين كتير كبار. وبخلطهم كتير منيح، وبتركن ينتقوا يعني أقل شي ساعة، بس أنا لأنه كنت مستعجلة ما تركتهم هالقد.
هلا مثل ما قلنا بدنا ننقعهم يعني فترة، بس لأنه أنا قررت بنفس اليوم إنه بدي أعملها لهيدي الأكلة، يعني ما تركتهم كتير ينتقعوا، يعني بس أنجق شوي وبلشت فيهم. يعني هلا بمقلاية بزيت وشقفة زبدة كرمال يبقى الدجاج طري، بحط شقفة زبدة صغيرة، بقليهم يعني على نار متوسطة لآخر شي. بس ياخدوا لون بخفف النار. وأنا بحب أعملهم بطريقة نكهة الشوا، يعني مثل الدجاج، يعني شاورما دجاج بنكهة النكهة كأنه مشويين شوي على الفحم. فآخر شي بس حسهم استووا فحمة عسنيتا، وبرش عليها زيت وبغطيهم بخليهم هن معا، يعني بيطلع نكهة وريحة ولا أروع وطعم كتير طيبة. هلا هون أنا ما عملت الثوم جاهز، كنت مشتريه ثوم وعملته على خبز عربي، خبز لبناني. يعني فينا نعمله خبز مرقوق بس ما كان متوفر عندي. وفي نحن مثلا بلبنان مطاعم بتحط شقف من خبز العربي وبترجع بتحط من برا خبز مرقوق، وفينا كمان هيك بيطلع كمان كتير طيبة. هلا بس خلصت نفس المقلاية رجعت زدت شوية زيت وصرت حمص الخبز من برا مشان تطلع كمان أطيب وأطيب. يعني بس صدقوني هيدي الطريقة كتير طيبة، يعني أنا كذا مرة صرت عمليتها وما بيبقى منهم شي وطعمتهم ولا أروع. وهيك خلصت أكلتي، أكلة كتير طيبة وسريعة. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوا تعملوا لي لايك وتعملوا لي سبسكرايب للقناة وعملوا شير، وعملوا شو ما بدكم لحتى تكبر قناتنا شوي شوي، وإن شاء الله يكون الفيديوهات عم يعجبوكم. وأي حدا بحب يعلق لي تعليق حلو بكون ممنونته كمان. وإن شاء الله بالأيام الجاي حيكون في فيديوهات كتير حلوة ومتنوعة مناسبة قدوم شهر رمضان. وبأمان الله حبيبات قلبي.